بعد اشتداد الضغط الذي فرضته مملكة قشتالة على مملكة غرناطة، لجأ حكامها إلى الاستنجاد بسلاطين المغرب المرينيين، فجهز السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق جيشا سنة 673 هجرية 1275 ميلادية، عبر به البحر بعد أن اشترط على ملوك غرناطة تنازلهم على جزيرة طريف والجزيرة الخضراء على الساحل الجنوبي لبلاد الأندلس، لتسهيل عبور المغاربة للأندلس إذا احتاجوا إليهم في حربهم ضد النصارى. وفي سنة 674 هجرية 1276 ميلادية، هزم جيش يعقوب بن عبد الحق القشتاليين قرب مدينة استجة في موقعة الدونونية. كان للمعركة تأثير كبير في تاريخ الأندلس الإسلامي، إذ أنها أوقفت زحف النصارى في الأراضي الإسلامية، وقد أخرت سقوط مملكة غرناطة لمدة تزيد عن قرنين.